الو. يا اسطى، كنت نايم يا اسطى. في ايه؟ بتتكلم جد؟ ده امتى الكلام ده؟ طب اقفل وهكلمك تاني. ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ فيديو جديد، رياكت جديد. وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف ايه اللي حصل النهارده. فعادي بلبس وبخرج عادي. عارفين انك بتلبس وتخرج، اكيد مش تخرج عريان، يعني ايه الكلام الغريب ده؟ اتواصل معايا، اعمل لي فولو. تواصل معايا، عامل لي فولو، وعزمنا على شاورما. وطبعا برغم يعني انا متعرض لانتقادات جامده. وايه هي نوعية الانتقادات اللي بتيجي لحضرتك؟ يعني عايزين نعرف. يعني مش عارف انا، كل واحد يتشهر يطلع على التلفزيون يقول لك انا بتعرض لانتقادات، انا طلع عين اهلي عقبال ما وصلت، انا مش عارف، انا كافحت عشان خاطر اخد مش عارف ايه، انا كافحت عشان خاطر اوصل في ايه. يا جدعان في مكبرين الموضوع قوي كده ليه؟ يعني واحد نجح وخلاص وبقى ربنا كرمه وخلاص خلصنا، يعني امال هينجح من غير تعب وشقة؟ يعني مش عارف، الناس بقت غريبة جدا. اي حد بيتشهر ولا اي حد بينجح يطلع يقول لك انا تعبت، انا طلع عين اهلي، انا مش عارف ايه. ما هو الطبيعي ان يطلع عين اهلك، الطبيعي انك تتعب يعني. وما الطبيعي ايه؟ انك تبقى نايم على السرير وكل حاجه تجيلك على الجاهز يعني، ولا ايه؟ عايز تمثل؟ وعايز اخرج والف واصور وانتج، كل حاجه اعملها بعون الله. الش ده انا فنان تشكيلي مجنون. اه بحب الدلع، بحب الجنان. اولا انت مش شبهه اصلا. ثانيا ايه علاقه الفن التشكيلي بالشبه وبالجنان؟ يعني لا مؤاخذه، انا اعرف الفن التشكيلي ده اللي هو مثلا بيجيب شويه طين يعملهم تماثيل، يجيب لك معرفش لوحه يرسمها، يجيب لك معرفش شويه حاجات كده يعمل منها اشكال. ده اللي انا اعرفه يعني. ايه دخل ده في الشبه يعني؟ انا بحب منير، تربطني بعلاقه جامده بينه وبين كينج. دخلنا في التحوير بقى، يقعد يحور. عملت فيلم وعملت ومسلسل وعملت حاجات كتير. عنده ثقة في النفس غريبة، معرفش جايبها منين بصراحة. انا اكتر حاجه بحبها الفن التشكيلي، بس انا ما بحبش الفن. بس لقيت الناس هي اللي بتقول لك تعالى وروح واعمل واشتغل. هعمل ايه؟ طب لقيت الناس بتقول لي تعالى نحتاج، وجات لي لحد عندها اقول لها لا، غاوي فقر انا يعني، مصلحة وجات لي عادي يعني. هقولها لك بفانتازيا جميله كده اهو، بلوحه فن تشكيلي. لا كده ده مش فن تشكيلي، كده ده فن حلاقة. فن حلاقة، عارف انت ايه؟ خف الجناب هنا، الجناب هنا، درج لي دي، انت فاهم، حدد لي السوالف كده، خف لي الدقن، انت فاهم، زي الفل، 100 100. يلا السلام عليكم. تملي لو ما برسم بوتريه ما اقدرش اقول جوه اسرار البوتريه ده ايه. ماشي، بحط الالوان واشكلها. ايوه حضرتك، ما ينفعش اقول لك سر الطعميه اللي انا بعملها. انا بجيب العجينه بحط فيها بهارات من جوه، بحط فيها حمص وحاجات كده، فما ينفعش اقول لك الخلطه بتاعتي. ما انت لو عرفتيها هتروحي تاكلي في مطعم تاني ولا هتعمليها في البيت. لازم احافظ على سر المهنه برضه يعني. المفاجاه ما تتقال غير اما تتشاف مفاجاه على طول. المفاجاه ارمي الطعميه في زيت تعمل مفاجاه للناس بقى كلها اللي في المحل. يا سيد، يا اسطى مالك في إيه؟ انت تعبان ولا حاجه؟ يا سيد اعقل الكلام، اعقل الكلام يا سيد. روح يا سيد، ما توجعش دماغي، اخوك تعبان. هنام يا سيد، سيبنا نام، وبعد ما اقوم هنتكلم في الحكايه دي بعدين. الصايد كفايه تقليد الصايد كده كتير. الصايد مش هينفع الكلام ده، الناس بتتفرج علينا. الصايد والله العظيم ولا شبهه ولا اي حاجه خالص. وبعدين محمد رمضان واحد بس، مش هيتكرر تاني يا جدعان. الراجل ده اسطوره، تحيه للفنان محمد رمضان. بس بحاول اسعى في الحياه، يعني عايز اكون شخص ناجح، وهو اللي انا عايزه. يعني حتى اللي انا بجيبه ده على فكره ده مش رزقي. هو شكله غلبان وبياكل عيش يعني وكده. هو اصلا الفيديو هزار يعني، مش قصدي حاجه، انا بهزر عادي جدا. بس هو شكله غلبان، وربنا يوفقه ان شاء الله ويبقى ناجح باذن الله، ويقدره على المسؤوليه اللي هو فيها. وما دام يعني ربنا فتح له سكه ياكل منها عيش، مش مشكله ايا كانت ايه، ما دام حلال، ما دام ما فيهاش يعني حاجه غلط او حرام، يعني ربنا يوفقه يعني. عشان بس برضه يعني ما بقاش ان انا بتكلم ان انا بهاجمه، انا مش بهاجمه، ده هزار عادي جدا، انا بهزر عادي. بس هو ربنا يوفقه يعني، وربنا يكرمه يعني. غنوا عن الآه والحنين، غنوا لعنيكي يا ياسمين. مش عارف ليه مش مرتاح لك، حاسك بتلاغي، عايز تاخد رقم بتاع، مش عارف انت جاي برنامج تعمل ايه بالظبط. هنزل من البيت الساعة 2 بالليل. الحمد لله على السلامة، عاش من شافك. انت فين بقالك فترة مختفية؟ خير كفالة الشر اللي منزلك الساعة 2 بالليل، بس في حاجة ولا ايه؟ عشان الأستاذ نفسه في عنب أحمر، عشان شافه في الفيديو نازل، فهنزل الساعة 2 بالليل عشان أجيبه. عيب عليك يا خالد والله، استنى للصبح. طيب يعني تنزلها كده الساعة 2 بالليل؟ عيب عليك يا عم والله. ايه يا عم ده؟ أنا الساعة 2 بالليل
هنزل اجيب عنب احمر عشان شافه في فيديو. انا مش عارف احنا مالنا بالموضوع بس ماشي يعني. والله ورخصت يا تفاح. خالد هيتذلب الفيديو ده لما يكبر. هو لما يكبر كده بص كنت بتعمل ايه وانزل اجيب لك واعمل لك وبتاع. ذل والله. لما تجيب ب 3 جنيه رز وب 4 جنيه جلد فراخ وبجنيه طحين. ايه يا عم الحاج القرف ده؟ انت غلبت ام ابراهيم. لا ام ابراهيم مين ده؟ مفيش حد زيها على الكوكب دي خالص. يبقى ب 7 جنيه هتاكل رز وفراخ وطحينه وجبه ما كلفتكش 10 جنيه. اللي عايز يعيش هيعيش، عيشوا على قدكم ما تصعبوهاش على نفسكم. حاضر هنعيش على قدنا. انت بتاكل جلد الفراخ اوعدك ان انا قشر بطاطس هاكله، قشر موز، قشر جوافه. بص انا مش هرمي الحاجات دي تاني في الزباله، اوعدك ان انا هاكلها. لازم اعيش على قد واوفر برضه. مش مهم بقى معدتي توجعني، مش مهم يجي لي حاجه في معدتي واروح المستشفى. قشطه الحاجات دي شكليات مش مهمه يعني. قشطه عادي. النهارده يا جماعه احنا جايين نقدم او جايين نجرب كرم الشام. الواد ده ما شفتش حد ما بيحبوش يعني. كل ما اجي اشوف له فيديو الاقي الناس كلها مش طايقاه، معرفش ليه. بعد ساعه ونص الحمد لله رب العالمين. قعدته قعدة واحد من الحي يعني، جاي يشوف المطعم عامل ازاي يعني. تقول لك قول نزل بعد 3 ساعات، مفيش فرق معاهم. ناس اغنياء بسم الله ما شاء الله. مش فود بلوجر ده خالص يعني. ده واحد جاي، ده موظف جاي من الحي. ده سندوتش اسمه دنياسور دبل. هو جايب لك قهوه. انت بتدور على ايه جوه السندوتش؟ عايز اعرف. انت في حاجه ضايعه منك بتدور عليها جوه طب ولا حاجه بيعملها دي من كده؟ في ايه جوه ضايع منك يعني؟ السندوتش ده محترم بجد. الحمد لله رب العالمين. السندوتش لعب للناس. طعم السمسة فيه كويس جدا. طعم الصلنسيه حلو قوي زي الفل. معرفش ايه الصلنسيه ده بس قشطه. اللقمه اللي هم مختارينها حلوه قوي، فطعمها حلو قوي. حاجه محترمه. تشطيب سوبر لوكس، عفش مودرن، كل حاجه متشطبه. سقف جبسون بورد، كل حاجه على المفتاح على طول. ما هو ده اعلان شقه مش اعلان مطعم ده خالص. استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ ايه اللي انا اكلته ده؟ حسيت ان هو كان راس بورس، معرفش فيه ايه. يعني انا ما شفتش عظم بيبقى ازرق بالمنظر ده كده. معلش الفرخه كان عندها جرب معلش. كرم الشام حاجه سيئه وما انصحش بيها. ده رايح يوقف حالهم اصلا. انا بشوف كل فود بلوجرز يقول لك ايه، اوه طعمه جامد، طعمه مش عارف ايه، طعمه ايه، طعمه ده كريمي جدا، ده مش عارف حاجات احنا اصلا مش فاهمينها. اللي هو ايه يا عم طعمه حلو خلاص يا عم ميزز يا عم، طعمه تسبيكه حلوه، البهارات حلوه، ده اللي احنا نفهمه. لكن الكلام بتاعه ده ما نفهموش خالص. لكن ده الوحيد اللي هو صريح قوي صراحه. معرفش بقى كلامه صح ولا غلط. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. لو بتتفرجوا لحد دلوقتي احب اقول لكم شكرا. وبس كده، ما تنساش تقول لي رايك في الفيديو، ما تنساش تقول لي اكتر حته عجبتك فيه وكانت في الدقيقه كام. وطبعا انتم مستنيينها. يلا بينا زي كل مره. كان يوم اسود يوم ما شفتكم. سلام.